لنتحدث عن يعني حالة إبداعية من الحالات الإبداعية التي ربما احتككنا بها في فترات أولى، انطلاقا من احتكاكه بالبحث لنصل إلى الكتاب الأول الذي كان هو متعلق بإمزاد، قضية تأليف الإمزاد. بعد ذلك ربما ما يسمى بأسماء الألحان والطريقة التي تعامل معها أستاذنا الدكتور ناظر في البحث والجمع، وقضية كيف تعامل معه، كيف أنه كان هذا المؤلف سنة خروج هذا المؤلف. وأيضا ليذهب بنا حتى للفترة التي وصلنا فيها، يعني انطلقت مجموعة البحث لتذهب لتصنيف إمزاد في فترة معينة، لأنه كان ضمن الفريق الذي سعى لأن يصنف الإمزاد كتراث عالمي. أستاذي الدكتور بليديدا، مرحبا بك. أولا أرحب بك في ملتقى في الجامعة، في ملتقى أدب موهاب. نبدأ بك، وبعد ذلك سوف ربما توجد علائق بين الإمزاد والأدب، لأنه إمزاد كموسيقى وهو من الموسيقات الأولى تقريبا في مجتمع الأفكار، رغم أنه توجد العديد من الموسيقى الإيقاعية وكذا، ولكن الموسيقى الوترية الأولى هي إمزاد. صحيح أنه ممكن أن تكون هناك ما يسمى بالموسيقى النفخية أو ما يسمى بالمزمار، ولكن إمزاد له مكانة خاصة ومعروفة. قصة داسين والتي إهمة الشهيرة التي تقول أن إمزاد هو أخي الذي لم تلده لي أمي. لكن نعود لداسين بعد ذلك، لنبدأ بأستاذي القدير بليديدا، لنتحدث أولا عن كيف أولا فكر وبدأ في تأليف كتابه إمزاد، وبعد ذلك من إمزاد إلى أسماء الألحان، ومن أسماء الألحان إلى حكايته مع أبغى ميزمان. شكرا أستاذ الكريم، بارك الله فيك. وأشكر أيضا المنظمين اللي يعطوني الفرصة باش نتكلم في جامعة طنجة ونشارك بوجودي، لأني أنا لست أديبا ولا كاتب أدب، فأنا أنثروبولوجي، علم الأنسنة والآثار، بريستوار، أركيولوجي، أنثروبولوجي. ويعني وقد يسمحوا لي المختصين في ميدان الأدب على التطفل نتاعي في بعض التدخلات اللي درتهم في الميدان تاعهم أثناء أبحاثي الميدانية في منطقة تاسي النجار والوكار، وأيضا في منطقة رضاو، حيث قمت بجمع وتدوين بعض التراث الشفهي، الأساطير، قصص إلى آخره، واستسمحوا أيضا بعض المصطلحات. ففي هذا الإطار درست طبعا تاريخ المستوى، تاريخ الشفهي تاع المجموعات البشرية الموجودة في هذا الفضاء بين شمال مالي، ليبيا، ومرورا بالجزائر، جنوب الجزائر. ففي هذا الإطار لما مثلا في إطار الخدمة تاعي في المركز
المركز الوطني للبحوث فيما قبل التاريخ الأنثروبولوجيا والتاريخ في مجال العاصمة. كنت ندرس الميدان تاعي كان في تاسيسي ناشئة. بعد ما تعلمت الميدان الأول هو الوقع درست، وبعدين درست في شمال المالي في أعضاء ليس عندي المرويات الشفهية، يعني سجل المرويات الشفهية. المرويات الشفهية لتراديسيون اورال، المرويات الشفهية للمجموعات البشرية الساكنة في هذه المنطقة من منظور تاريخي. وبعد ما كتبت التواريخ ديال لازار دي زيكواس وصدر في وزارة الثقافة، المركز الوطني للبحوث في الأنثروبولوجيا في وزارة الثقافة. متوفى نسخة واحدة المعارض وبقيت بعض النسخ عن حمزة غير موجود بالعاصمة. وجود النسخة كان يمكن أن نعرف نسخة من عندي نسيت في الطبع، بصح كاين في إصدارات وزارة الثقافة وكاين في وزارة المكتبات، ومش أول كتاب ولكن مش هذا اللي هو على الهوكار التسجيلي المونوغرافي لجنة الأعمال التسجيلية اسمه 2004. هذا ولكن في أثناء يعني تواجدي في منطقة التسجيل تعرفت يعني بالتراث. درست يعني ليس واقع يكون المعرفة الزراعية عند المزارعين تاع جامعات، وحتى يعني جهات أخرى من الجهود يعني في درست. وفي خلال هذه الدراسة التقيت بنساء عازفات آلة الإنزال، ويعني ومنهم يعني الصديقات كما يقولوا عاونوني في البحث، أعطوني يعني من التراث الحكايات المرويات التاريخية اللي كانت تاع المنطقة هذه. هذا كويس من تاريخ بداية 2004 ولا قبل ثم بديت في الآجر في 1995 ونمشي لما حوالي 12 سنة وأنا نخدم في المنطقة تاع الميدان. 12 ans de recherche. عازفات مكاين ما كانش بزاف يعني، وبالتالي بغيت نعاونهم، يعني بغيت ندير حاجة، لأن الباحث أنا جامعي، الباحث لما يجي الفرق بين الباحث أنا قوس الباحث المحلي يعني الوطني والباحث الأجنبي، أن الإنتاج العلمي اللي راح ينتجه على المنطقة أو المجتمع نتاعو هو متجه إلى المجتمع نتاعو، وبالتالي يعني هناك تعويض للمجتمع على المجهودات نتاعو والمشاركة نتاعو، بحيث أنه الباحث يدير يعطي المجتمع مقابل هذا الشيء من العلم. ولكن الباحث الأجنبي يجي يروح على فماش واش دار، مش النتيجة نتاعو مش غير موجه مباشرة للمجتمع. إذا أنا قلت لازم نعاون هذو الناس، هما ميدان موجودين، نعاون النساء باش يقدروا يقوموا بالحفاظ وممارسة الفن نتاعهم، الفن الإنزال. أستاذ هنا لدينا واحد إشكالية، دائما كاينة مشكلة بالنسبة يواجهها الباحثين، سواء كانوا على مستوى مقابل البحث أو على مستوى مثلا يكون طالب دكتوراه أو طالب ماجستير أو طلبة عاليين. كاين واحد الإشكال في قضية، كاين مشكلة هنا في قضية المصدر الذي تأتي منه المعلومة، إما أن يكون
يكون على مسافه بعيده لا يمكنك ان تتواصل معه، واما انه يكون كاين ولكنه يمتنع عن اعطاء المعلومه اذا كانت دير واسطه معين. وكاين احيانا يطلب منك باش يعطيك المعلومه لازم مقابل، انت باحث يعني على قد حالك، ومن بعد يقول لك لازم هذا الامر. هل هناك اجراءات معينه استعملتها لمواجهه هذا الامر؟ هذه من بين الاستراتيجيات اللي دارها الباحث، هو يخدم الناس مثلا شيء مع يعني المجتمع اللي يدرسه. مثلا جيت هذا يتيماجين كما تراجعنا داخل التسجيل يقول لك احنا حسبوني اولا جورناليست ما حبش نهضر لاني كتبت هذا كنت كاين شابيتر كاين بالالمانيه وكاين بالفرنساويه ايضا شابيتر خاص بالكيف يعني البحث الميداني البحث يعني محلي. وكاين في كتاب هذا واحد كتاب تاع عاشر ميموار كوليكتيف فيه شابيتر كومبلي واحد 140 صفحه على كيف يعني درس. لان الباحث انا راني بين قوسين من المدرسه الالمانيه درست في المانيا وبحثت عليه في الدكتوراه تاعي في المانيا. يعني في المانيا المحصول العلمي اللي تجيبه من الميدان هو 50% يساوي 50% هو كيف تحصل على المعلومات على المادة العلمية. الميدان معناه واجب، معناه حاجة اللي مقدرة يعني عند الجامعة هناك قيمة معينة لهذا الأمر. La situation de production du savoir et autant du savoir يعني هي الوضعية إنتاج العلم هذا تساوي العلم نفسه. يعني لازم توصف كيف درت كل المراحل. وهذا كما طرحت انت سؤال يفيد في هذا الشيء كيف نديروا ونحكوا لان هذا العراقيل اللي تكلمت عليهم هما الناس ما يعرفوش واش يديروا. هذا موجود في الجامعات. تتحدث عن جامعة ألمانيا، جامعة خارج الجامعات الجزائرية، هذا موجود. ولكن هل الباحث المحلي هنا عندما يقوم بهذا الجهد الكبير والكتابات ويذهب لمركز بحث أو جامعة، هل هذا الأمر نفسه يجده في الجامعة الألمانية ممكن أن يلقاه في الجامعة الجزائرية؟ الجامعة الجزائرية من بين يعني الأشياء اللي ديزافونتاج يعني المتاحة الميدان. أنا كيفاش تقدر تصنع اليوم وتروح للميدان كي تكون مثلا في ألمانيا ولا في أوروبا ولا أمريكا الميدان بعيد عليك وتذهب للميدان هو مشروع حياة. وما تقدرش تريح أكثر من 6 شهور على الميدان ولا عام. دائما هنا في الميدان تقدر تروح تولي لأن البحث هو الفايبيان بين المخبر والميدان. أنا كنت في العاصمة ندرس في مركز بحث في هذه الجزائر نجي للميدان ندير شهر شهرين في الميدان ندي المادة نطلع المخبر نكتب نريجي شوية المصادر التاريخية للمخبر ويجوني لي كيستيون سهل عليا تمتم نضرب في مصر ناخذ الجهات ونزيد نجيب تقدر نمشي للخضراء 4 في العام. يعني مراكز البحث في الجزائر عندها عندهم يعني عند الاستقلالية المرونة تمشي إلى آخره 4 خطرات. واحد في أوروبا ما يقدرش يمشي 4 يمشي خطرة خلال الكورسوس الوسيلة تاعو. إذا هذا يعني متاح للجامعيين. راكم هنا في جامعة راكم ورشة داخل التيران دي ريشيرش تاعكم هنا في وكاس ورشة مفتوحة في كل شيء غير مدروس. لأنه هناك يصنفوا البلدان في أوروبا ولا في أمريكا
يصنفون يقول لك مثلا سي ان بي سو ريشيرش، هذاك البلاد غير مدروسه يبغوها يروحوا تما. ان بي سو ريشيرش كيما المغرب، المغرب يقول لك سي ان بي سو ريشيرش، ما يعرفوش لانه بزاف وظف ليجيبت هذيك مصر. الجزائر ان بي نو ريشيرش، سو ريشيرش يعني اراكم يعني انا يعني على التيران يعني. اذا نرجع ملاحظة متعلقة سير الوقت هذا شيء مجال كبير علينا. لازم شوية وياه. هم يقولوا هم يحكموا. يقول لك وانت ما تعطي en français s'il vous plaît bien sûr. احنا كان راح نقدمها بالجزائريه، باللغه الجزائريه يعني درجه والجزائر اذا فيما يخص انزال، فيما يخص انزال نساهلوا العجائز، يقولوا لهم العجائز لان الانزال قريب من القرن. لاحظت طبعا كاين في سكروا على الباب في الاول ياك باسكو حسبوني جورناليست، يقول لكم انتم كل يوم تجيب لي جورناليست تستقسيونا وتروحوا ما نشوفوا والو، حنا عندنا مجاهدين ما تهضروش عليهم، شاركنا في الثوره ما هضرتوش عليهم، عندنا مشاكل التنميه ما هضرت، مانيش يا جماعه مانيش تجمع مفاوضات يعني خلال اسبوع كامل باش يعني. ومن بعد من بين الاتفاقيه اللي درتها مع المجموعه انهم نجيب لهم التلفزيون كانالات جديد باش نقدروا نجيب لهم لي جورناليست وندير لهم يعني نوريهم. وفقني ربي يعني باش جبت كانالات جديد، قناه جزائريه داروا لهم عن بلاتو ديريكت جزائر اون ديريكت، جابوا الشيوخ هذوك حكاو لي حكايات عجبهم الحال. وهذا الشيء يعتبر بالنسبه لي فات مفتاح. وشافوا كي شافوا الكتاب تاعي قالوا لي والله انت صح راك تكتب، لازم يشوفوا الناس باش يامنوا، والله انت كاين منها الى اخره. اذا هذه النساء باش يعني درنا كان جمعيه تما، درنا مع الجمعيه هذه في جهل، درنا المهرجان الاول للموسيقى الانزال، جبنا النساء تاع الوقع والنساء تاع كل الادوار جمعناهم في جانب، وجبنا الروايه اللي يعرفوا نحكوا هما باش. ودرنا الفيستيفال بتمويل تاع وزاره الثقافه اسمها لا فونداسيون سوناترا واليونيون اوروبيان. درنا هذا اول مره ندير ماسبور في الجزائر نتكلم على الانزال. اذا كي درنا هذا المهرجان الاول اللي جات 120 انفيتي هذا 2000 اكتوبر 2006 كي جاو هذوك جاو الناس نعرف الداني سيبي المينيستر شيف الريجون تاع بوغلا، الناس زونسيان مينيستر لي امباسادور دو اوروبيان كاع جاو. كي درنا هذا المهرجان وصل يعني كل البريس الجزائريه صار يعني كيف يقولوا احنا على باش نسيليكسيوني النساء باش نديروا ورشات تعليميه باش يدربوا النساء. لان كاين دي فون دراهم باش نديروا دي فون دراهم كانت من وزاره الثقافه من وزاره الثقافه. وزاره الثقافه هي اللي فينونسي الورشات نتاع تدريب البنات على تعلم الانسان. ومن بعد ولكن باش يتعلموا البنات لازم ماده بيداغوجي، ماده بيداغوجي الاشعار هذوك والموسيقى لازم نسجلوهم
الاشعار المرافقه للامزاج 32 ديزير هنا ريسونسي ديزير يعني درنا جرد للالحان نتاع موسيقى امزاج المشهوره حوالي 32 بين الفوكال وتسجيل الاشعار 32 درت لهم الاخر ومن بعد رحت درت جمعت الاشعار المرافقه لكل مش طبع الفارياسيون لكل اير يعني كل متغيرات تاع الموسيقى يعني كل وحده وحدها تاع سيلي وحدها تاع الاعدام وحدها تاع كل وحده هذوما اللي راح يقروهم كما نقولوا العجائز الكبار يقروا البنات لازم يعلموهم في الشهر 10 هذو مقاطع موسيقيه تاع إمزاج 10 ومعهم الاخرين تاعهم كانت 10 حوالي 9 شهور يعني عام يعني اسبوع تعلموا ودرنا ورشه تاع صناعه الامزاج ثاني شفنا النساء اللي يصنعوا الامزاج داروا هذه ولا هذا الشيء يقول هذه الماده ما خليناش تضيع يعني هذه الماده كل هذا تقراوها البنات وعلموها هي اللي كانت دليل الكتاب هي اللي درنا بها الكتاب هي كتاب نتاع الامزاج ولكن موجفه جمع درنا دراسه اولا نتاع الاشعارات هي دونك في درنا ستركتورات يعني درنا دير ستركتورات نتاع الكتابه نتاع الاشعار هذه ولاحظنا باللي كما قلت امرأة تفضلت الان لاحظنا باللي كل هذو لي زير تاع امزاج خارجين من واحد برك واحد فريد ان اير انيسيال اللي هو امغار مغنى يعني الشبالي تاع كبيرهم كل الالحان تعود الى واحد لحن كبير وهذيك الاخرين كلهم سي سون دي فارياسيون ميلوديك اي ريتميك بالفرنساوي تاع الكتاب les différents airs de la musique d'Elisa, ce sont des variations mélodiques et rythmiques de l'air initial qui est هذه هي ولاحظت مشيت عند مثلا الموسيقى الشعبية لاحظت بلي نفس الشيء كاين لحن معين هو هذاك اللحن بالذات هو اللي يعطي الطابع المميز للنوع الموسيقي هذاك لير مش اللير هذاك هو يعطي هو اللي يقول هذا امزاج ولا ماشي وشفت لوتر تحدثت مع الموسيقيين في الجزائر الاخرين وكونفيرمي باللي يعني هذاك الشيء هو اللي اذا امام مثلا هذاك مادام كاين امزاج يفضل يزيد يتكاثر يعني يشترك يعني تقدر تخلق النساء بامكانهن انها يخلق من جديد يعني دي نوفو زير ابتداء منها ولكن امام يظل ما عندوش الموسيقى لانه ما عندوش اشعار وريديو امام يظل وريديو معناها ولا يسوى اذا هذا الكتاب هذا خرج ليناك المؤسسه الوطنيه للفنون المطبعيه في 2008 في الجزائر يتابع عليه وزاره الخارجيه واعطيت الحقوق كل الجمعيه تاع النساء هذه باش يعني يعاونوا روحهم بها وهذا الكتاب اديت عليه الجائزه الاولى للمعرض الدولي للكتاب 11 فيا 11 في الجزائر العاصمه كاحسن كتاب في التراث احسن كتاب في التراث 2008 11 فيا نيميرو 11 يعني المعرض الدولي للكتاب في الجزائر العاصمه رقم 11 هو يعني عليه الجائزه الاولى كاحسن كتاب في التراث
ومن بعد بعد ذلك بيان سور درنا العمل مع لوندا لوفيس دو والوتر باش نجروا امزال كل موسيقى امزال في اسمها نشجع الدارسين تاع الموسيقى والاشعار تاع امزال باش يجروا une banque du patrimoine, une banque de données du patrimoine culturel algérien. هناك يعني بنك للتراث الجزائري فيه كل التراث درنا فيه بالنسبه لمنطقه اوروبا التاسيلي درنا فيه اليون درنا فيه تزمبرات ودرنا فيه امسا وكاين مثلا فيه الشعبي فيه تاع القسنطينه هذاك الحوزي فيه الى اخره هذيك لا بنك او نيفو دو لوندا ومن بعد اظن قسم مضبوط في كما اصداره في هذه الفتره داروا ان كوفري كبير صحيح كان يوزع صغير العديد الاسئله بصح مش كامل هذاك اللي محطوط على مستوى لوندا. ايوا دروك في درنا كاع هذه ودرنا في الاذاعه يعني نشط في الاذاعه الحصص على الامزال حوالي عام هكذا. قررت وزاره الثقافه باش تسجل الامزال كتراث عالمي كتراث عالمي عالمي ملتيلاتيرال يعني باسم عدة دول مش لان كاين تراث وطني يعني دول احنا فرق وكاين تراث بارتاجي يعني بين دول اخرى كما المالي النيجر البوركينا ليبي احنا نشاركوا معاه في التوارث وفي الامزال. عينتني بوزير الناريتي باش انا نكون لي كورديناتور نتاع البروجي هذا في اطار المركز الوطني للبحوث في المغرب. بعد درنا فيلم درنا بزاف د الحوايج وفيه قضايا تقنيه درنا اجتماعات في نيامي في باماكو هنا في العاصمه والى اخره وتفاهمنا ودرنا في باكو داروا لا بروكلاماسيون بلي الانسان يكون تراث عالمي ومن خلال هذاك لا بروكلاماسيون من خلال الملف هذا كنتيجه عندنا فيه ريكومونداسيون توصيه باش يكون مركز للتراث اللامادي خاص بافريقيا في الجزائر والجزائر هي تفينانسي فعلا انشأوا هذا المركز وهو موجود في الجزائر الان هو تابع لليونسكو من حيث يعني الوصايا العلميه ولكن فينانسي باراليل على المركز وهو المركز هذا خرج عن طريق التوصيات نتاع هذه اللي درناها في المشروع هذا. اذا هذه ماشي الخدمه نتاعي يعني هذا الشيء جميل نردو لاصحاب الميدان اللي درستو درنا هذه وفي نفس الوقت جميل نردو للمجتمع الجزائري اللي يفينونسي لي ريشيرش لان احنا باحثين ولا مدرسين الشعب هو اللي خلصنا الدوله عن طريق الدوله لازم نرجعوا ليه شويه مقابل ما يعطينا من الدراهم من العلم الكتابه وشكرا.